السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي بقى الصوت كده واضح ولا لا، علشان النهارده عايزين نعمل حاجات كتيرة قوي. ماشي، فعشان ما يفوتش عليكم كده حاجة قولوا لي. تمام، وانا بس عبال ما اشير اللايف علشان اشيره في الجروب بتاعي برضو اللي هو الجروب التعريفي بالكورس، علشان خاطر يا حبايبي الناس بس اللي ايه الناس تاخد بالها. تمام، فاجمعوا كده لغاية لما نشير اللايف. النهاردة ان شاء الله هنحاول نعمل الاتنين، شموع وكونكريت. ماشي، هناخد من البداية كده، عشان لاحظت ان انتوا دايما بتسألوا اسئلة تدل على ان انتوا لسه في البداية. تمام، يلا بقى اجمعوا كده علشان عايزين نبدأ. ايوه، الله يبارك لكم، اجمعوا كده حلو جدا، الصوت واضح. انا بس بشيره وانتوا شيروه، لو انا مش عشان انا ايه مش عارفة برضو شيره من اللاب يعني. شيروه في طب استنوا كده، هقول لكم حاجة حلوة. هشيره من الموبايل التاني. النهارده ان شاء الله هناخد كونكريت وشمع. خلاص، فعايزاكم تاخدوا بالكم بقى وتركزوا كده معايا، لان فيها كل الاسئله والله اللي انتوا بتسالوها. اتفقنا؟ فعايزين كده نبقى مركزين يا حبايب قلبي مع بعض. بصوا، انا كل اللي انا عملته بتقولوا ايه؟ حلو جدا. تمام، بسم الله. بصوا، انا كل بس اللي انا عملته ان انا يعني عملت سيحت الشمع عشان ما ناخدش كتير في الشغل، وهقول لكم ايه اللي فاتكم، يعني حاجه بسيطه جدا، انا اصلا كده كده حطاها في الفيديوهات. تمام اهو كده كده الحمد لله 12 اهو على الجروب، عشان الناس اللي في الجروب برضو ما يفيدهاش ما يفوتهاش، اسف. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنعمل ايه النهارده؟ اتحرقت منولها كده. بصوا استنوا اظبط لكم الدنيا، اقرب لكم كده الشاشه عشان نشتغل. تمام، نقرب اكتر طيب ولا ايه، ولا نبعد اكتر؟ استنى. بصوا بقى كل اهو كده حلو قوي. آه بس عايزة اشد الشاشة دي، الشاشة مضايقاني. الله يسلمك يا حبيبة قلبي. بصوا، انا كل اللي انا عملته بس ان انا سيحت الشمع، سيحته في حمام مائي اهو، سيحته في حمام مائي. ماشي. ايه الشمع اللي احنا هنستخدمه النهاردة في القوالب؟ خلاص اهو، بس اشوف كده الدنيا. لا الحمد لله حلو، الحمد لله حلو. بشوفه بس اتأكد هو سخن ولا لا. الشمع اللي احنا استخدمناه النهاردة هو شمع العسل، هو شمع ايه؟ العسل. ده شمع العسل الاوف وايت. تمام، ينفع برضو الفليكسات مش ما ينفعش. خلاص. ايه تاني هنعمل النهاردة؟ شموع قوالب ديكورية، هنعمل الصبارة وهنعمل البابل. طب ليه يا شيماء؟ علشان القالبين دول انا عايزه ارغي معاكم بقى فيهم شويه، بس قبل ما ارغي معاكم فيهم شويه واقول لكم الفرق بينهم، وهنعمل هنا تكنيك ايه وهنعمل هنا تكنيك ايه، لازم نقول حاجه مهمه جدا، نمشي كده بالترتيب. بحس ان انا لما لاحظت الاسئله بتاعتكم اللي بتسالوها لي، عرفت ان انتوا ايه، لا انتوا محتاجين من الاول خالص.
انتوا مش محتاجين مستوى مثلا محترفين، اللي عندي مثلا متابعين لايف محتاجين بقى مستوى محترفين وكده. فانا جبت لكم اهو الفتيل القطني ده مقاس 1 ملي، ده مقاس ايه 1 ملي. خلاص هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشمعه مع بعض. طب يا شيماء انتي ملونه الشمعة، انا بس ملوناه عشان البث. تمام، والله انتوا عايزين تلونوا الفتايل عادي، يعني تستخدموا شمع ملون عادي، عايزين تخلوا الفتيل ابيض عادي، بس افضل حاجة هو تشميع شمع العسل او شمع النخيل. بس انا بفضل بصراحة شمع العسل كمان في التشميع. ليه يا شيماء؟ عشان هو بطيء الاحتراق. يعني ايه بطيء الاحتراق؟ الشموع الطبيعية عندها ميزة حلوة جدا يا جماعة، اللي هي ان هي بتكون بطيئة الاحتراق، فبتقعد وقت طويل مع العميل. طب ده ايه فايدته؟ فايدة الخاصية بتاعت الشموع دي في الفتيل، فايدتها ان هي هتحافظ لي على عمر الفتيل. تمام، مش هيخلص بسرعة، لا هيبقى منتظم، اللهب بتاعه منتظم. بننزله كده عادي جدا، وننزل التانية اهي، بننزله عادي مفيش اي مشاكل. نسيبه بس كده مدة ثانيتين يعني، وبعد كده بنطلعهم تاني اهو، مفيش اسهل من كده. بصوا، ونحطهم على اي حاجة عندنا. هنا مثلا انا مجهزة هنا ايه، مجهزة هنا، بس تسيبوهم دقيقتين يعني ماشي، عشان بس يشربوا اهو. تمام، حاسين ان هو مشربش كويس، بس هو شرب كويس اهو. حاسين مشربش كويس، حطه تاني مفيش مشكلة. فاهمين الدنيا اهو عادي، مفيش اي مشكلة. تغطسوه كويس وتطلعوه كده. مش طبعا انا بقى ايه، خلاص انا اتعودت على الشمع بصراحة. يعني ما بلبس جوانتي، ما بلبس حاجة. انا اتعودت على سخونة الشمع عشان بشتغل في الشمع بقالي اهو ايه، داخلة على السنة الثالثة. تمام، طبعا احتياطات الامن والسلامة ان انت تكوني لابسة جوانتي يعني عشان ما تتلسعيش. تمام، هينشف على الوضع ده، شايفين هينشف على الوضع ده. انا تقريبا هروح يا جماعة اسخن الشمع تاني شوية ماشي، عشان ايه قبل الصب يبقى حلو. طيب هنقول تاني انا عامله ايه. انا عامله حمام مائي، يعني حاطه هنا ميه تلت بس، شايفين تلت، اوكي تلت. وحاطه ايه اللي انا بسخن فيه. لا مش هيحتاج الحمد لله ان انا اسخنه تاني ماشي. طيب في حاجه بقى مهمه اللي هي قاعده الفتيل. خلاص كده قاعده الفتيل انا بعمل ايه؟ انا ما بحطهاش دلوقتي، انا بحطها بعد لما اجي خلاص هي اتصلبت، اقص الفتيل، اسيب حته صغيره احط دي فيها. تمام، وبعدين ايه اضغطها كده بس جوه الشمعيه. ايه لازمتها يا شيماء القاعده؟ القاعده لازمتها ان هي بتحافظ لي على ان الشمعه تخلص لاخرها. تمام، عشان ما يجيش يشتكي العميل انه ايه ده الشمعه خلصت يا شيماء وهي لسه فيها تلت مثلا. فاهمين الموضوع؟ هو طبيعي ان القوالب بنسيب، يعني بيبقى فيه اهدار للقوالب، يعني في كميه اللي هو الشمع اللي بيسيح بقى من الجوانب لما نيجي نولع الشمعة. بس هيبقى في مشكله من المصنع نفسه لو هو ما اتقاش ربنا وقام عمل القالب كده، حط في القاعده من تحت وحط دي كده بالمنظر ده، يعني مستقيمه. ليه يا شيماء؟ عشان لو هو كسل وقام زي ما بنشوف في الفيديوهات عمل كده وصب وسابها كده، هيبقى في مشكلة في الشمعة ان هي مش بتخلص لاخرها، ان هي مش بتخلص لاخرها. يعني مثلا بيتبقى كل ده مثلا اللي هو ما يقرب تلت الشمعة ولا ربع الشمعة. طب ليه؟ حرام. ما تعمل التكنيك صح عشان ربنا يكرمك في الفلوس اللي بتجيلك. فاهمين قصدي؟ فاحنا عايزين ناخد بالنا بقى في اللايف ده. وبالله عليكم يا جماعة شيروا، بالله عليكم شيروا، لان الناس بعد كده بتخش لي خاص، وانا والله ما هقدر ارد على الناس كلها. بتخش لي خاص وبتقول لي يا شيماء ده احنا كان نفسنا نبقى في اللايف ده، مش ما لحقناش، ده كذا ده كذا. انتوا عارفين طبعا الفيسبوك والحاجات دي بيبقى النوتيفيكيشن بتاعها مش بيوصل لكل الناس للاسف. فبالله عليكم شيروا ماشي. احنا دلوقتي خلاص خلصنا الفتيل اهو، وعرفنا احنا بنشمعه بايه. بنشمعه بشمع العسل. ليه؟ عشان هو بطيء الاحتراق. تمام، فيحافظ لي على الفتيل. عرفنا اهمية القاعدة وهنحطها امتى. اصلا هديكوا تكنيكين بقى مختلفين بس لما نصب، عشان بس ايه الشمع منا ما يبردش. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هشوف، معلش استنوا بقى، هشوف بس حاجة احط فيها ده.
بسم الله. وبصوا بقى، نحط بقى ده على جنب. بقول لكم ايه، قولوا لي كده الصوت واضح ولا لا، لان انا المايك وقع لتحت شويه، فمش عارفه الصوت بقى عندكم واضح ولا لا. هشيل بقى الحاجات اللي احنا ايه، انا حطاها بس عشان تعرفوا الادوات اللي احنا بنستخدمها. طبعا بنستخدم الميزان، الترمومتر، والمقص بتاع الفتيل، والشمع، واللون. خلاص، اللون هنا اللي احنا استخدمناه بيجمنت. تمام. البيجمنت بيكون بيتميز لون البيجمنت انه باودر، وانه هو بيكون تقيل، بيدي افكت تقيل حلو. خلاص. طيب البيجمنت بقى اللي عندنا احنا في الجروب بتاع خامات شموع اصليه، بيتميز كمان ان هو مش بيصبغ القوالب. هتشوفوا بنفسكم يعني ايه مش بيصبغ القوالب، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. هنا بقى هنشرح دلوقتي ده ايه الفرق بين القالبين يا شيماء. القالب ده هو قالب يعني جامد شويه شويه، لكن ده بصوا، فده انا مش بحط فيه والله فتيل ولا بقطعه. ليه؟ عشان مرة على مرة على مرة مع استخدامك هتوسع الفتحة اللي انت فتحتيها وهتبوظي القالب. انا بكلمك بامانة. ده لا، ده طري، فمش هيحصل حاجة، هو اصلا بيلم على نفسه، فاهمين؟ فانا طبعا خرمة خرمة اهو، وهحط عادي جدا. هحط الفتيلة اهو اهي، وهطلع منه كده قد نص سنتي. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. استنوا بس، انا نفسي اشيل التعليقات عشان بس اوريكم ما نتلخبطش. اهو نص سنتي. تمام. هتنيها كده شويه عادي، واقوم حطاها هنا عشان لما اجي اصب. تمام. هثبتها كده. طبعا انا غاسله القوالب قبل ما نبدا، هثبتهم كده، وهبدا ان انا اسخن القالب. وكمان لما اخلص خالص هجيب دي علشان اعمل دي عليها كده وتبقى مستقيمة. فاهمين قصدي؟ يبقى الفتيل مستقيم زي ما اتفقنا. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، ونحاول نظبطه من دلوقتي. اهو شايفين مستقيم من جوه. تمام. بسم الله بقى، ونبدأ نشتغل كده. هشوفه بس كده هو سخن ولا لا. انا شايفاه دافي، هقرب لكم اهو الكاميرا. تمام. طبعا الفتيل عادي عادي خالص، الفتيل ان هو طري منك عادي، لا ده طبيعي لانه متشمع. بصوا يا جماعه، اللي مش بيتحمل الحراره، ايديه مش بتحمل الحراره، ما يعملش يعمل زي ما انا كنت عامله كده. يحط هنا على حاجه وايه، ويستخدم يعني يبقى مركز في حته السلامه دي. تمام. خلاص هنبدأ بقى نظبط الفتيل كده اهو، عشان نبقى عارفين ان الحتة دي ايه هي الحتة اللي هتخليه مظبوط. واحتمال اقوم استنوا، لا اقوم بالمرة اجيب مشبك، علشان بس انا بحب الحاجة تبقى بصراحة مظبوطة. يعني انا بكلمكم ايه بكل صراحة. بصوا، انا كان عندي اللي هي مثبت الفتيل، انتوا سامعيني؟ كان عندي مثبت الفتيل، بس والله انا بقى ايه، عشان انا مش في المكان بتاعي يعني. تمام. فانا مش معايا كل حاجة للأسف. تمام. انا بس عايزة اعملها كده بقى بسرعة عشان خاطر
بس انا عملت حاجة حلوة قوي اصلا تريحني عن موضوع البتاع، انا لفتها عليها احسن. فاهمين قصدي؟ اه ده بقى اللي انا مش بحبه. قرب يتصلب، فاحنا لازم بقى نعمل بسرعة يا حبايبي. بسم الله. تمام، نسخن بقى التانية بسرعة. يا نهار ابيض تمام، هنا بقى مش هنحط الفتيل، انا كده مش عارفة اشتغل. هبعد بقى دي معلش يا جماعة، والحق لان هو خلاص بيتصلب. ده اللي انا كنت خايفة منه. طب بصوا بقى، بصوا هروح بسرعة اسيح ده بسرعة واجيلكم، علشان بس ايه اصب في نفس التوقيت على قد ما اقدر. اتفقنا؟ يلا نكمل بسرعة بقى، عشان ايه مش عايزاها تتصلب. بس كده. بصوا بقى انا بعمل ايه. شايفين البوزة دي؟ وعلى فكرة هاتوا عود الشوا اللي ارفع من ده، علشان بس انا يعني هنا ما عنديش للأسف. جيت اشتغل لقيته خلصان من عندي. في الارفع من ده كمان. تمام. بتعملوا ايه؟ كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتثبتوها على البوزة اللي موجودة هنا. استنى عشان عايزة اثبتها. انا مشكلتي طبعا ان انا لما بشتغل على المفرش هنا مش زي خالص ما بشتغل ايه، مش زي خالص ما بشتغل بصراحة او ممكن تخرموها، يعني لو معرفتوش تثبتوها عادي الامر بسيط. اخرموها بعدها، يعني بعد ما تطلعوها من القالب اخرموها. ماشي، فدي طريقة بس ايه للمبتدئين سهلة هي، بس انا مش عارفة اثبتها بصراحة عشان بعيدة عني. لا مش عارفة اثبتها يا ولاد، عشان بعيدة بصراحة عني، لازم تكون قريبة مني. فاهمين الفكرة؟
انا بصراحة كمان مش عايزة اظهر في اللايف، فده مخليني مش عارفة اشتغل قوي. طيب بصوا، عادي عشان بس ما نبقاش بوظنا الشمعة، خلاص نبقى نخرمها بعدها عادي. هوريكم طريقة تانية، ما تقلقوش خالص، طريقة قصدي تالتة. يبقى كده احنا ممكن نحط الفتيل بالمنظر ده خلاص، ونثبته في النص على قد ما نقدر، علشان محطوش بقى يترمي كده على الجنب. ليه ما يترميش على الجنب يا شيماء؟ عشان زي ما اتفقنا انه يبقى احتراقه لغاية اخر نقطة الشمعة شغالة، فاهمين قصدي؟ وممكن ان احنا نثبته كده، بس انا عشان هو بعيد عن ايدي، بصوا انا فين وهو فين اصلا، فمش عارفة اثبته. اللي هي دي ممكن اقوم مثبتاها كده وحاطه مشبك، او اللي هو مثبت الفتيل. استنوا، انا كل ده بتكلم من غير ده تمام. طب انا مش عارفه اثبتها، بس انا مش عارفه اثبتها عشان انا بعيده، مش عشان مش عارفه اثبتها. انا بثبتها اصلا، عندي فيديوهاتي في الكورس وانا مثبتاها للبنات وكده بنشتغل. عادي بعد ما تتصلب هنقوم ايه، هنقوم مسخنين دبل هيت جان وخرمينها عادي جدا، تمام، عشان نحط ايه مكان الفتيل. طيب عايزين بقى نتكلم شوية. هتقولوا لي يا شيماء انت حطيتي النهاردة اللون بس وما حطيتيش ما حطيتيش في الشموع الديكورية ليه عطر؟ بصوا بقى، العطر الافضل ليه ان هو بيتحط فين؟ في القوالب، قصدي في الحاويات. ليه الافضل ان هو بيتحط في الحاويات؟ حد يعرف هنا ويقول ليه الافضل ان احنا نحط العطور في الحاويات؟ لان الحاويات ده انتوا ايه ده انتوا ايه محدش مذاكر خالص لان الحاويات بتحتفظ بالعطر، القوالب مفتوحة معرضة للهواء، فمش هتحتفظ بالعطر، هيبقى تركيز العطر فيها مش ابدا زي تركيز العطر فين، مش زي تركيز العطر في الحاويات، فاهمين؟ طيب انا يا شيماء العميل بتاعي عايز ان انا احط له، اقول له المعلومة كأمانة ماشي، عشان ابقى بحلل كده الفلوس اللي انا باخدها من شغلي. ايوه الله ينور عليكي يا سمية، عشان العطر ما يطرش. ايوه انا احب الناس المصحصحة، برافو عليكي برضو صح، عشان الحاوية هتكون مقفولة فهتحتفظ بالعطر. الله ينور عليكي يا رحاب، برافو عليكم صح، فعشان العطر ما يطرش صح كده. فانا العميل جه قال لي يا شيماء انا عايزك تحطي ايه، عايزك تحطي فيها عطر، تمام. ايه الحاويات دي اللي هي ايه، زي دي عملناها في اللايف اللي فات، استنوا زي دي كده، دي احنا عملناها في اللايف اللي فات ماشي. سواء بقى بوت خشب، سواء مثلا حاجات زي كونكريت زي كده نصب فيها، سواء مثلا كوبايه وليها غطا، كل دي اسمها حاويات، تمام. طيب انا يا شيماء دلوقتي ايوه بتحتفظ بالعطر لانها مغلقه، الله ينور عليك. بس على فكره حتى لو ملهاش غطا هتحتفظ برضو بالعطر، بس طبعا الادق ان هي اللي ليها غطا بتحتفظ بالعطر، حلو كده. طيب فانا هقول له بقى المعلومه دي، هقول له انه عشان خاطر انه الحاويات هي بتحتفظ بالعطر، فلو انت عايز عطر عشان هو بيدفع فلوس في الكلام ده، فاهمين قصدي؟ فحرام هو هيدفع فلوس حاجه هتطير منه، صح ولا غلط؟ فعشان كده انا بقول له المعلومه دي، احلل الفلوس اللي هي بتجيني، تمام. طيب هو بقى لا، اختار برضو القوالب واختار ان فيها عطور، خلاص ساعتها احط له عطور، تمام. وساعتها طبعا همكس بين النخيل والعسل، مش هعمله عسل صافي زي كده، ليه؟ عشان يبقى فيه فوحان للعطر، فاهمين قصدي؟ طبعا بقى التمكيس والنسب والحاجات دي انا بحطها بالتفصيل، لكن هنا احنا بنوعي الناس اللي هو عايزه تبدا تعمل الشموع كبدايه، عايزه بس يعني تعمل شموع كريميه مثلا في قوالب، وتعمل شموع مثلا كريميه قصدي مثلا كريستال اللي هي النخيل في الحاويات مثلا، فاهمين قصدي؟ مش عايزه ان هي ايه تقعد تعمل نسب كتير، فاهميني؟ بنعرفها بس الاساسيات، حد هاوي، حد لسه عايز بس يتعلم بدايات المشروع يشوف هينفع معاه ولا لا كده. لكن طبعا بقى لو هتستخدميه مشروع فانت لازم برضو تتعلمي. يعني انا في الاول اللي هو مستوى المبتدئين عندي، انا بعلم اصلا اللي هو في الاول خالص ازاي تعملي النخيل لوحده،
ازاي تعملي العسل لوحده زي كده. بعد كده بدأت اقول لهم بقى النسب، وازاي نمكس ما بين النخيل والعسل، وازاي نعمل العسل فواح اكتر، وايه العطور مثلا اللي بتبقى احسن فواحان في العسل، وازاي نعلي الفواحان اصلا، تكنيكات تعليق بقى الفواحان اكتر، وهكذا. لكن احنا هنا لاحظت ان انتم مبتدئين خالص، فماشيين واحدة واحدة. عندي شمعة معطرة الجار بتاعها اتكسر، ينفع دي ينفع طبعا تسيحيها تاني، مفيش اي مشاكل، وهاتي جار تاني وهاتي بس هاتي نفس الجار، يعني قريب ليه، فاهمه قصدي؟ بس وهاتي مثلا لو انتي مش عارفه في الفتايل لسه، هاتي فتيل خشب واعملي زي ما عملنا هنا. انا عملت ايه؟ جبت الفتيل الخشب قسمته نصين بالمقص ده، خلاص جبت الفتيل الخشب وقسمته نصين بالمقص ده بتاع الفتيل، وقمت حطاه في شمع العسل، شمعته بشمع العسل وطلعته كده. طبعا شمع العسل ما بيبقى سخن خلاص زي ما انت شفتوا، نفس الطريقه دي يعني. وحطيت الاتنين كده مع بعض في البوت اهو، عشان لو انت لسه بقى ما تعرفيش مقاسات الفتايل وكده، فاهمه قصدي؟ ده هيكون اسهل حاجه ليكي يا حبيبتي. تسلميلي والله، تسلميلي حبيبه قلبي. عندكم اي اسئله في الشموع؟ عشان بعد كده نقعد نشتغل كونكريت. عايزين نشتغل ده، انا مجهزه برضو حاجته على جنب على فكره عشان نشتغله. عايزين نعمله النهارده، نعمله ايه؟ قولوا معايا يا ولاد. نعمله ماربل، عايزين النهارده نعمله ماربل. بسم الله. استنوا كده اشوف من التليفون التاني التعليقات اقراها معاكم حبايبي. ثواني افتح بس هنا، او لو ظهرت على اللاب برضو. والله انتوا عسل. 23 كومنت، يا رب ما كنتش نسيت حاجه. فتيل خشب ما يعمل ريحه او يجي معطر؟ لا، والعطر ده احنا بنحطه في الشمع. الفتيل انت بس بتشمعيه ليه؟ بتشمعيه ما بيجيش معطر، انت بتشمعيه عشان خاطر بس يعني الفتيل فايدته ان هو، بصي الفتيل فايدته ان هو زي ما انت شايفه كده، ان هو احنا بنحطه في نص الشمعة عشان هو اللي بينور الشمعة، فلازم يكون فتيل مناسب، فاهماني؟ فطبعا احنا في الدبلومه بنشرح بقى ازاي يبقى الفتيل مناسب وتختاري الفتيل والحاجات دي كلها. لكن لو انت ما عندكيش وعي بالكلام ده كله لسه، فاختاري مثلا فتيل خشب في اقطار صغيره على قد ما تقدري، فاهماني؟ يعني مثلا 4 5 6، تمام؟ عشان بس تعرفي ان انت يعني اقصى حاجه 10 مثلا زي ده، ويكون او 8، ويكون بس الارتفاع بتاعه مش كبير، 3.5 ولا او 4 بالكتير، تمام؟ ده بس للناس اللي هو الهواه اللي هم عايزين بس يجربوا، تمام؟ لكن طبعا لو انت بقى عايزه تبداي خلاص، انت جربتي وعجبك الموضوع وكده وعايزه تاخدي الموضوع بروفيشنال، ساعتها بقى ان انت تبداي تتعلمي عن الفتايل، لان الفتايل دي انا عندي قسم في الدبلومه اسمه الفتايل، اصلا الماده العلميه الفتايل. فالموضوع مش بالسهوله، الناس فاكره ان احنا بنسيح ونصب وخلاص، لا. يعني اسالوا في هنا بنات معانا في الكورس، اسالوا البنات كده في الكورس. ثانيه وهرد حالا على الباقي، بس اقفل بس اللاب عشان يبقى الاتصال كويس هنا ورا من الموبايل. عندي كورس اونلاين. ما انا هعمل كونكريت والله يا ساره، هعمل كونكريت. بصي معرفش والله الفتيله اللي معاكي دي مثلا قد ايه، فاهماني؟ يعني عشان بس يعني لو الكميه بتاعه الشمع اكتر من طول الفتيل هيبقى عندك مشكله، هتبقي اسمك سيحتي على الفاضي، فاهماني؟
فانا والله عشان كده بقولك يعني هاتي فتيل خشب يعني. حبيبة قلبي، حبيته كمشروع، هو لذيذ جدا والله يا جماعة، لذيذ جدا. بصوا ده انتوا كمان، بصوا احنا هنعمل كونكريت عبال ما يعمل الشمع يعني. اهي بصوا دارين محمود اللي هي بتقول لكم ده في قسم فتايل، ده بحر لوحده. فعلا الدبلومة فيها قسم لوحده اسمه قسم الفتايل. يا جماعة الفتايل مش بالسهولة والله، الشمع مش صب وكده وبس. هو فن جميل جدا وسهل مش صعب، بس برضو ليه أسس، فاحنا لازم نتعلم الأسس. ما تقلقيش، لو انت في كندا انا عندي وسيلتين للتحويل من لبره مصر، فتواصلي معايا على الخاص وانا هقولك حاضر عينيا الاتنين ازاي نحول من بره مصر. عايزة بقى ابدأ معاكم، اعمل معاكم بقى كمان الكونكريت، ايه رأيكم؟ عشان نبقى بصوا يعني ايه، النهارده كده اول الاسبوع فعملنا حاجات لطيفة. ماشي، يبقى عبال بس ما دول يعني يتصلبوا. تمام كده. قولوا لي الصوت والصورة وكله واضحين ولا لا بالله عليكم، علشان ما نجيش اشتغل كونكريت ويكون الدنيا عندكم مش تمام، يعني يكون بيقطع، يكون اي حاجة قولوا لي عشان لو كده اقفل التليفون اللي معايا وابص على التعليقات بقى من الجنب وخلاص. تمام الحمد لله. تمام الله يبارك لكم. انا بس ايه، انا اصلي بقرا التعليقات من هنا ليه؟ عشان ما اقعدش امخولكم هنا في الصوره يعني، فاهمين؟ ابقى جايه كده بجنب ومش تمام الصوت الحمد لله، هو ده قصدي. عشان كمان ده هيبقى مسجل لكم بعد كده، يعني انا عايزه احتفظ بيه لكم بعد كده. تمام. واقطع لكم منه الحتت الهامه برضو، نحطها كريلز كده عشان تفكركم كل شويه، كريلز على الاكونت وعلى الجروب عشان تفكركم كده كل شويه بالاساسيات. احنا عايزين، طب حلو الحمد لله ان الصوت والصوره كويسين. احنا عايزين انه اللايفات بتاعتنا تبقى مهمه يا جماعه، نبقى بنقول فيها اساسيات لاي حد يدعي لنا بعد كده ويشتغل، حتى لو هو هياخدها كهوايه، حتى لو هو مش هيشتغل كمشروع، يجي معانا البث كده ويشوف البث ويفتحه ويشتغل. فاهمين قصدي؟ حتى لو كهوايه مش كمشروع، وهيجي يعني ينضم بعد كده للكورسات او حاجه زي كده، مش شرط. انا عايزه انا نيتي ان احنا نعلي ثقافه الهاند ميد، الناس تستمتع وهي بتعمل الشموع، والناس تستمتع وهي بتعمل الكونكريت بس. والله انتي بقى قدام عجبك الموضوع، حاسه ان انتي معاكي راس مال كده وحابه ان انتي تبداي بقى ان انتي ايه، تعملي مشروع وتعملي براند بقى ليكي خاص بيكي وكده، يبقى زي الفل مفيش مشكله. واحنا عندنا طبعا في الدبلومه كل حاجه بقى، مش هتتعلمي تصنيع بس، انت بقى بتتعلمي تصنيع، بتتعلمي كمان تسويق، بتتعلمي تغليف، بتتعلمي كل حاجة، تسعير، فانت بتتعلمي كله، ما تقلقيش خالص. تمام. يلا بقى يا حبايب قلبي، بصوا طبعا انا منضفة التري ده قبل ما اشتغل عليه. تمام. انا بس هحتاج اعمل ايه، هو غلط اللي انا هعمله ده، ما تعملوش زي، بس انا هعمل كده عشان وقت اللايف مش عايزاه يطول معاكم، فاهمين قصدي؟ مفروض ان احنا ما نحركهاش، بس انا هضطر احركها كده عشان خاطر انا هقعد اهز هنا دلوقتي الايه، انتوا عارفين طبعا الفايبريشن بتاعه الكونكريت، عشان كده كنت دايما بقول ان احنا نعمل الكونكريت لوحده. بس للامانه يعني لقيت في ناس بتسالني برضو على الكونكريت، فقلت لا خلاص يبقى حرام يعني، يبقى ده وده مع بعض. بصوا عايزه اقول لكم كنت حاجه، في نوعين عندنا في جروب الخامات من اللي احنا هنحطها لما ينشفوا بقى، من القواعد المعدنيه. تمام اهم. ماشي، الاتنين دول انضف نوعين اصلا والله في السوق. بصوا انا مركزه على حاجه مهمه جدا في جروب الخامات بتاعنا، انه الخامات تبقى انضف حاجه في السوق. تمام. عشان شغلكم ده لما يروح لعميل او لما يروح، او حتى لو انتوا هتعملوا لاهاليكم والناس القريبه منكم، يبقى حاجه بروفيشنال بجد وحاجه تجاريه بجد. تمام. بصوا بقى انا هنا حاطه ايه، حاطه ده وحاطه ده. ماشي، عشان اعمل كده اقربوا مني كده هنا، وابدا ان ايه، هشتغل بقى بعيد عن ايه، بعيد عن الشموع. تمام كده. طيب بسم الله. دلوقتي احنا معانا الميه خلاص،
بصوا بقى، هتلاقوا في الفيديوهات اللي انا قطعتها من البث المباشر التاني بتاع الكونكريت، هتلاقوا الطريقة اللي احنا عملنا بيها. تمام، اسمها الطريقة العشوائية لقياس ايه، لقياس وزن القالب، عشان تجيبوا القالب يعني. طب بقى في الكورس بقى بشرح بالتفصيل ازاي تجيبوا وزن القالب ب4 طرق، عشان طبعا هيفيدكم في التسعير. لكن هنا طبعا زي ما اتفقنا احنا مركزين على الهواة، ان احنا بس نتعلم، نعرف ثقافة الهاند ميد، الكلام ده كله، نجرب حاجة جديدة كده. فبنعمل بالطريقة العشوائية. مش هقعد بقى ايه يعني اقعد اقول مسائل حسابية، يعني الكلام ده بيبقى في الكورس يعني البروفيشنال وكده. تمام. فانا هنا نضفت القالب، هنحطه على جنب. ماشي. وجبت المية وجبت الجبس. تمام. وادي اللون المركز اللي هنستخدمه، هوريكم نستخدمه ازاي. وادي الكحول. خلاص، دايما نخلي الادوات كده جنبنا عشان نعرف نشتغل. وهشيل بس ادوات الشمع عشان ما تتعبناش، نخلي بس الادوات اللي هي ايه اللي احنا بنستخدمها بس. تمام. يلا بقى نشتغل بسم الله. هنعمل ايه يا شيماء زي المره اللي فاتت؟ قولوا لي كده الدنيا واضحه ولا لا، شايفين ولا لا؟ انا والله حاولت، استنوا كده هشوف الاضاءه كده كده. قولوا لي الاضاءه احسن. انا حاولت ان انا ارفع كمان الاضاءه علينا عشان خاطر ما يبقاش في ظل كتير وتعرفوا تشوفوا يعني، على قد طبعا ما اقدر بصراحه. تمام. استنوا كده، بص كده هنا في اي اسئله قبل ما نبدا؟ هنبدا كونكريت ها، فركزوا معايا. ينفع اشمع الخيل؟ ينفع بشمع النخيل يا نوجة، ينفع، مفيش اي مشكله. بس انا بفضل العسل عشان هو يعني ابطأ في الاحتراق زي ما شرحت لك. انا دايما بحب ان انا اقول لكم افضل شيء، يعني فاهمين قصدي. بس طبعا ينفع. ما نشمعش بقى بشموع صناعيه خالص، علشان الشموع الصناعيه دي هتعمل لنا مشكله كبيره، هتعمل لنا دخان، هتأذي الجهاز التنفسي للناس، وهتخلص قبل هتخلص قبل الشمعة يعني. بصوا الشموع الاقتصادية دي الرخيصة ابعدوا عنها. ومفيش يعني مفيش يعني ايه مقارنة ما بين الشموع الصناعية وما بين الشموع الطبيعية، فاهمين قصدي. والتكلفة مش بعيدة قوي لدرجة ان انتوا ايه تروحوا تستخدموا الشموع الصناعية. لا، التكلفة مش بعيدة قوي، فاهمين قصدي، في التسعير. لان انتوا مش بتعملوا على الكيلو، احنا لما بنيجي بنسعر بالجرامات، دي 40 جرام دي 70 جرام، فاهمين. يلا بقى بسم الله هنبدأ كونكريت. ركزوا بقى معايا، وعشان بعد الكونكريت نشوف الاسئلة تاني وندردش مع بعض. شيماء بتعمل ايه كده؟ ركزوا الحركة دي ليه؟ عشان بصوا بقى في بنات برضو دخلت لي تاني والله. بصوا عشان المية زي ما قلنا تشرب الجبس. نقعد بقى كده لغاية لما يستكفى. فاكرين اللايف اللي فات لما قلنا لغاية لما يستكفى؟ يعني ايه استكفى؟ خلاص هو مش قادر يشرب اكتر من كده، تبقى دي العجينة جاهزة بقى، الخليط يبقى جاهز. تمام اهو. تقلقوش، هنضف لكم اسمها ايه الكاميرا، عشان طبعا الحاجات اللي بتطلع دي مش هتخلينا نعرف نشتغل عادي. وابعدوا زي ما اتفقنا عشان سلامتكم، عشان طبعا الجبس بيطلع حاجات، واي مادة يعني عامة بتطلع حاجات. هنبدأ بقى نقلب، ودول اخر حبة خلاص. هنبدأ بقى نقلب بسرعة. استنوا، عايزة انضف لكم الايه اهو. بصوا انا جبته المرة دي شفاف بقى مش علبة عشان تشوفوا. بصوا ما بتعملوش كتير يا دوب يعني. بصوا اصلا خلاص هو القوام اهو زي ما احنا عايزين. نبدأ بقى بسم الله. كنت هنسى مش مشكلة، اجيب بتاعة الشمع. بصوا كنت هنسى كام خطوة. كنت اصلا داخله قايله لكم ان انا هعمل ماربل اصلا. هنحطه كده ونبدا ان احنا ايه نحط شويه حلوين يعني.
بس مش كتير، مش هنكتر. مش راضي يقفل. تمام. عشان حاسه ان انا عايزه احط تاني. اللون ده جميل اصل بصراحه، بس بالله عليكم ما تكتروا. ما تكتروش عشان اكبر غلطه ان احنا نكتر اساسا، عشان ما نخليش القطعه هشه. اتفقنا؟ انا بس بصراحه اللون عجبني يعني. تمام. هنرش بقى القالب. خلاص ومنضفين القالب. ننزل بقى. خلاص احنا عملنا كده ايه، اي شكل ما عمل يعني. حطينا اهو بصوا، حطينا وعملنا اي شكل. تمام. كده كده الشكل اصلا هيتغير كمان شويه، مش بندمجه. فاهمين قصدي؟ مش بندمجه، يا دوب يا دوب. فاكرين الهز؟ وتدخلوا كده في الطروف، تدخلوا الخليط. عشان في حتة مش معمولة، ربنا يستر. مش عايزاها تنشف. كده كده ههز القالب نفسه برضه. استنوا انا عايزه انضف انضف لكم دي. ماشي. واشيل دول عشان نعرف ايه نهز القالب كويس. هو بس في جزء بقى ايه، انا مش عارفه هيكفي عندي ولا لا. في جزء بس انا الظاهر ان البتاع دي عامله شويه. الترابيزه اللي انا بعمل عليها شكلها مايله شويه، ففي جزء ايه هتلاقوه مليان وجزء فاضي، عادي مش مشكله. هنظبط بقى. انا ايه، استنى اشوف هنا انا بقف عند العزل. القطعة بتلطش مع اني سبتها ايام تنشف، 10 ايام. بصي يا سارة، هقولك حاجة حلوة جدا. موضوع التلطيش ده بيحصل من 1000 سبب وسبب. ماشي. فثانية واحدة عشان هقولك كل العناصر اللي بتأدي للموضوع ده. ماشي. عشان بس ايه، ده لو صلب معايا وما طلعش ما طلعش الهواء هتبقى مشكلة، مش هيبقى شكله لطيف يعني. البث يا جماعة ايه، اوعوا لو البث وقف ولا حاجة قولوا. ما انا عشان والله انا مش عايزة ان انا انسلك حاجة. البث شغال. عشان هو كاتب لي الاتصال بطيء، عشان كده بسألكم اهو. بصوا تتأكدوا كده، فاهمين قصدي؟ تأكدوا بس ان ايه، ان هو تمام. وبعد كده خلاص هنرش على السطح. تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة عبال ما هو كمان ينشف. البث شغال، اللهم بارك، الحمد لله يا رب. بصي يا ستي، بصي يا سارة، موضوع ان انتي بتسيبيها تنشف وبتلطش منك ليها 1000 سبب وسبب. مثلا ان الفرشة اللي انتي بتستخدميها بتكون فرشة ناشفة شوية مش ناعمة. هوريك الفرش اللي انا بستخدمها. استني بس هقوم بقى عشان اجيبها.
عشان هي بصراحة بعيدة عني، بعيدة عن البث يعني. بصي انا بستخدم فرشة ايه، شايفة ناعمة جدا، بصي بس انا معلش كانت عاملاها اهي ناعمة ماشي، بس طبعا عايزة تتغسل خلاص. فدي اول حاجة. تاني حاجة ان انتي ما نضفتيش القطعة، ما هي 17 ايام انتي ما نضفتيش القطعة بالفرشة كده قبل ما تشتغلي، هيحصل ايه؟ تيجي بقى تعمليها القطعة في العزل هتلطش معاكي. تمام. سبب تالت ان هي ممكن يكون الجبس نفسه دخله رطوبة، انتي فعلا سبتيه 10 ايام تنشف، بس هو الجبس اصلا داخله رطوبة. تمام. في ايه تاني كمان؟ في ان انتي بعد الصنفرة ما نضفتيهاش كويس، ما هي احنا بننضفها عشان التراب وعشان الصنفرة، عشان لما نيجي نشتغل بننضفها بدي وبننضفها بحتة قطن. بس انا هي فين يا جدعان الحتة؟ كان معايا قماشة قطن والله قبل ما اخش اللايف اهي، قماشة قطن كده، تكون قطن زي كده ماشي. طيب ايه تاني؟ يبقى كده موضوع ان ممكن يكون الجبس فيه رطوبة، ممكن يكون ان احنا مش بننضف كويس، ممكن يكون ان احنا اصلا معانا فرشة معانا فرشة ناعمة بس مش منضفينها. يعني انا حتى لما عملت كده قلتلك ايه، هي محتاجة اصلا تتنضف، عشان بنضفها قبل كل شغل وانشفها كويس. فهي دي كل الاسباب اللي بتخليها تعمل كده معاكي. ما رأيك في اللي بيعملوا قوام ما بحبوش والله القوام السائل، ما بقتنعش بيه، بيخلي القطعة هشة، وبيرجعوا بعد كده يقولوا ان المشكلة في الجبس، والمشكلة مش في الجبس، هو المشكلة ان هم اصلا مزودين نسبة المية، فاكيد يعني اكيد مش حلو. ما بصي انت هتعرفي بقى بالتجربة، هي فعلا لو انت ما جربتيش اي حاجة هيثبت لك الكلام ده بالتجربة، وكويس جدا ان انت بتحاولي تجمعي افكار. ايه تاني؟ في اي اسئلة تاني حبايب قلبي، عشان نبدأ بقى نشوف دول اتصلبوا ولا لأ وكده. طب الدنيا وضحت عندكم في الأسئلة اللي انتوا سألتوها؟ استنوا اشوف من هنا برضو. تحياتي. كده خلاص مفيش طب انا بستعمل نفس الفرشة وبيبقى غسلها، ببقى غسلها وبنضف القطعة برضو، بس موضوع رطوبة الجبس دي اعرفها منين؟ بتعرفيها لو الموضوع ما بيحصل معاكي في كل القطع، مش قطعة ولا اتنين، فاهمة الموضوع؟ ما انت ايه، بصي دايما اما تيجي تحللي حاجة تشوفي ايه العامل المشترك. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي لقيت الموضوع ده بيتكرر في كل القطع لا، وانا متأكدة ان الفرشة نظيفة لسه منضفاها، الفرشة ناعمة مصنفرة كويس ومنضفة القطعة كويس بالفرشة الكبيرة ومنضفاها كمان بالايه بقطعة القماش، يبقى هنا ايه المشكلة؟ ان الجبس داخله رطوبة، انتي مش قافلاه كويس، لازم او اصلا سوء تخزين من عند الموان، انتي ممكن تكوني جايباه كده اصلا. انا لا انا بشتغل بالجبس دايما. ممكن اعمل من الكونكريت بطيط الزرع، اعتقد ينفع، بس انا ما جربتش موضوع بصراحة بطيط الزرع قبل كده. انا بحب لو جربت الحاجة اقول يعني اقول النتيجة، بس بصراحة لو ما جربتش هقول لك جربي. تمام. بصوا بقى كده احنا دلوقتي عملنا ايه، احنا دلوقتي الحمد لله عملنا قالب بطريقة الترخيم، قالب كونكريت بطريقة الترخيم، وعملنا هناك اهو النهاردة عملنا شموع القوالب. تمام. هينشفوا اهو، هينشفوا ان شاء الله تعالى، ونبدأ ايه، ونبدأ استنى اشيل لكم الحاجات دي عشان ما تلخمكوش، ينشفوا بس ونبدأ بقى ان شاء الله ان احنا نطلعهم كده، ونبدأ ان احنا نحط الفتيل فيهم اللي ما فيهاش فتيل هناك دي، ونبدأ نحط القاعدة ونشوف شكلها النهائي عشان نبقى شوفنا الحاجة من الاول للاخر. بس ايه ببعد لكم كل حاجة
عشان تقدروا ان انتوا تركزوا معايا. كده الدنيا واضحة عندكم، شايفين كل حاجة احنا اشتغلنا عليها. لا انا بعمل جبس بس بظبط النسبة علشان خاطر يكون قوي معايا. الميتاليك على القطعة طول او نضع قبلها لون ابيض عادي على طول. بصي يا حنين، مش فاهمة والله سؤالك، حاولي تشرحي لي قصدك ايه عشان اساعدك. طب تلوين خارجي بايه؟ بالاكليريك، افضل حاجة الاكليريك. اما لو انتي بقى عايزة تصنعي الوان وكده، انا عندي قسم اصلا في كورس الكونكريت كله تصنيع الوان بنسب. مش انا ما بعملش حاجة يا جماعة من غير نسب، عشان بس نكون متفقين. شغل الكورسات يعني انتي معناها انتي داخلة كورس، يعني انتي الموضوع في بالك مشروع، او لو انتي يعني واخداه هواية، انتي بتعملي للناس القرايب ليكي، فعايزة بتحبي تعملي حاجة بروفيشنال. فاهمين قصدي؟ فطبعا حقك عليا ان انتي تلاقي الحاجة ايه، تلاقي الحاجة بالنسب عشان تعرفي تظبطيها كل مرة. جزانا واياك يا حبيبة قلبي والله. بص انا اصلا عايزة اقول لكم ان انا والله النهاردة في الشارع يعني حالة وفاة وكده. بس والله انا شغالة معاكم، قلت برضو يعني حتى لو القرآن شغاله كده ربنا يا رب يرحمه. ما سيبش وقت اللايف، اخرته لكم بس. يا حبيبة قلبي، وانتي وحشتيني يا الاء والله، وانتي يا الاء والله وحشتيني يا حبيبتي والله. يا رب يا حبيبتي، ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. بس انا اشوف لو في حاجة وقعت مني. في اي سؤال انا ما شفتوش يا جماعة؟ المية بتكون الجبس بيكون ضعف المية، ماشي؟ يعني المية نص الجبس لو انت عايز تشتغل بالنسب. انتي قصدك التلوين خارجي يعني؟ تقصدي خارجي بالميتاليك ولا قصدك زي الماربل كده؟ عشان على فكرة تقدري تستخدمي الميتاليك زي كده بطريقة الماربل او الترخيم، فاهماني؟ لكن ما تقدريش تلوني بيه تلوين داخلي، مش هينفع معاكي. عارفة حبيبتي ان انتي من ليبيا، نورتيني والله نورتيني. جزانا واياكم ان شاء الله، جزانا واياكم. هنستنى كده كام دقيقة وبعدين نبدأ نشوف الشمع. انا بس ما بحبش ان انا استعجل على الشمع عشان ما يتكسرش. انتوا عارفين الشمع طالما ما تصلبش، لان هو ممكن يبان ان هو متصلب من هنا صح، بس بيكون دافي وبيكون من النص طري، فتيجي تطلعيه من القالب تلاقي القالب ايه اتكسر، تلاقي الشمعة اتكسرت منك، تضطري تعيديها تاني، تضطري تسيحيها تاني. فاهمين قصدي؟ عشان كده بقول لكم اسالوا براحتكم الوقت ده، عشان احنا عايزين لما نبدا نطلع بقى ونكمل باقي التكنيكس بتاعتنا وكده والشغل بتاعنا الدنيا تبقى تمام يعني. يا حبيبه قلبي نورتيني نورتيني اللي بتتابعني من تونس. العفو، على ايه بس، على ايه بس، يعني انا اختكم يا جماعه والله، انا اختكم. اي نعم. الواحد يعني مش عشان شغال بقى تدريب خلاص بقى فوق الخلق. انا اختكم وانا فاهمين قصدي، احنا اخوات والله، حبايبي والله. تونس والجزائر ما شاء الله اللهم بارك، وليبيا. يا حبايبي والله العظيم فرحتوني والله العظيم. ميه باردة منفعش ما نحط. انت تقصد ان احنا بنحط الشمع بميه باردة ازاي؟
معلش حاول تصيغلي سؤالك تاني عشان اقدر ان انا اجاوبك. هي اصلا احلى حاجة في الفيسبوك ان التعليقات بتاعته نقدر نكتب فيها كتير نشرح، على عكس مثلا التيك توك. فعشان كده ايه بيبقى ألذ بصراحة في البث، بنعرف ناخد وندي مع بعض. حبايبي والله. وان شاء الله برضو هخليلكوا البث ان شاء الله تعالى، وهحاول اقصلكوا الاجزاء الهامة علشان خاطر برضو ايه اللي مش هيقدر ان هو يشوف البث كامل يعني. الله يبارك لك يا حبيبة قلبي. على ايه بس والله، على ايه بس والله. انا اصلا اللي بنبسط على فكرة بالبث المباشر ده، ما تفتكروش ان انتوا بتستفادوا بس، انا كمان بستفيد من البث المباشر ده. اولا بتعرف عليكم اكتر، تاني حاجة بشوف الاسئلة المهمة اللي انتوا فعلا محتاجينها عشان ننظم البث بناء عليها. تالت حاجة عشان الشمع يلي بالداخل يتصلب بسرعة. لا لا ارجوك، ولا تتحط في التلاجة الشمعة عشان تتصلب بسرعة، ولا تتحط في مية باردة حواليها، ولا الكلام ده كله. الكلام ده كله بيكسر الشمعة، يعني لو جربته بنفسك هتلاقي اصلا الشمعة اتكسرت. كل ده غلط. لازم الشمعة تاخد وقتها، والكونكريت نفس الكلام. انا ما برجحش، مثلا في ناس تقولك انا ادخله الفرن وهو دافي، برضو بيتكسر. طب ليه الاستعجال؟ خلي كل حاجة تاخد الوقت بتاعها علشان خاطر بس ايه، علشان خاطر يعني تبقى الحاجة صح. خاصة لو انت بتعمل الحاجات دي عشان شغل، عشان حاجة تجارية، فلازم تطلعها بروفيشنال. الله يبارك لك يا حبيبة قلبي، تسلميلي والله. بقول لكم بقى، انا اصلا اللي بستفاد والله كمان من البث، مش انتوا بس، علشان خاطر بشوف انتوا فعلا محتاجين ايه. يعني بيبقى في تواصل مباشر بيني وبينكم. ببقى بشوف بقى اللي هو لا داخل الموضوع هو لسه هواية بالنسبة له، هو لسه في مرحلة الهواية، تمام، حابب يعمل حاجة يفصل بيها كده شوية عن الضغوط والمشاكل. بشوف مثلا الناس اللي هي بتبقى عايزة الموضوع مشروع، تمام، والأسئلة بتاعتها وايه اللي بيدور في راسها وايه المخاوف بتاعتها، عشان اقدر ان انا اطمنها، لان انا عديت بالمراحل دي، فاكيد ان شاء الله هقدر اساعدها. اه ده حقيقي. لا ده طبعا ده حقيقي. لازم طبعا تجمع معلومات الاول، والنصيحة برضو جرب، بجد لازم تجرب عشان تبدأ المشروع صح ان شاء الله تعالى. بديل الاكريليك ايه؟ بديل الاكريليك ممكن بقى تجيبي اللي هو الوان GLC البلاستيك، فاهمه قصدي؟ في الوان GLC البلاستيك، وفي برضو تصنيع الوان بقى زي ما قلت لك في ان شاء الله تعالى في الكورس كامل بالنسب. يعني لو انت عايزه بقى تصنعي مثلا لون معين، عايزه تعملي حاجه معينه في دماغك وكده، لان طبعا الهاند ميد واسع واذواق كتيره جدا جدا في الهاند ميد. العفو على ايه بس والله، العفو على ايه. اي اسئله انا معاكم، وقولوا لي برضو. انا عايز بصوا، احنا عايزين لغايه لما يتصلبوا الحاجه تتصلب بتاعتنا، احنا نعمل حاجه اسمها في التدريب عشان التدريب يكون صح لازم نعمل حاجتين مش حاجه واحده. اول حاجه ان انا الخص لكم اللي احنا خدناه بالتفصيل تاني، وتاني حاجه ان انا اشوف يعني اقول لكم اشرحوا لي ماشي جزئيه معينه عشان اشوف هي وصلت لكم ولا لا. فهو مش اي حد كده يعني ايه. بصوا انا حاصله اصلا على حاجه اسمها كورس TOT، يعني ايه؟ ان انا اقدر ادرب سواء عن بعد او سواء في محاضره، يعني وسط ناس، تمام. فهي دي الاساليب التدريبيه الناجحه عشان اقدر اشوف المعلومه وصلت لكم ولا لا، عشان هو مش رص معلومات او بفتح الكاميرا بقى وبشتغل وخلاص. لا لازم اشوف، لان ممكن يكون عندكم لبس في معلومه ما وصلت لكوش صح، فاقوم اشرحها لكم انا تاني بطريقه تانية، بطريقه ابسط، بطريقه اسهل. فاهمين قصدي؟ فنبدأ كده نلخص اللي احنا خدناه النهاردة ان شاء الله تعالى. احنا النهاردة عملنا شموع القوالب، عملناها من شمع العسل. كل اللي احنا عملناه دمجنا مع شمع العسل ده اللي هو ال الطبيعي، يعني اللي هو مش معالج ولا حاجة. الاوف وايت ده عملنا بيه ايه؟ عملنا بيه فين اللون؟ اهو اللون.
عملنا باللون البيجمنت، تمام، عملنا بيه الشمعتين دول، شمعة البابل الصغيرة، وعملنا كمان شمعة الصبارة، تمام. ما حطيناش عطر ولا حاجة. درجة انصهار شمع العسل ده 85. خلاص. طيب يا شماء، انت بتحطي اللون ازاي؟ انا شرحتها اصلا في الكورس المجاني على الاكونت بتاعي الشخصي، ارجعوا للكورس المجاني هتلاقوني شرحها بالتفصيل. اللون البيجمنت ده بتجيبوه كده وتفتحوه كده وبتاخدوا كده، بصوا، تاخدوا هرم كده ماشي، وتقلبوا وهكذا لغايه ما توصلوا للون اللي انتوا عايزينه. بتختبروا اللون ازاي؟ ودي انا شرحتها برضو قبل كده. بتختبروا اللون عن طريق ان انتوا بتاخدوه على اي لون فاتح ويستحسن ابيض، وتاخدوا وانتوا بتسيحوا الشمع تحطوا كده وتشوفوا ها الدرجه كويسه ولا فاتحه، لغايه لما تظبطوا الدرجه. يعني انا عجبني الدرجه دي، تمام. ممكن كمان تعملوا الدرجه الفاتحه عنه، يعني اللون الواحد بيعمل لكم درجتين، الدرجه الفاتحه والدرجه الغامقه، تمام كده. طيب بعد كده عملنا ايه بقى؟ خلاص، يبقى احنا سيحناه على درجة حرارة وصلناه لدرجة الانصهار 85. وريتكم ازاي بنحط اللون البيجمنت. وبعد كده قمنا جبنا الهيت جان وقمنا مسخنين القوالب، وطبعا كنا شمعنا الفتيل بشمع العسل وقمنا صبين وحطينها بالمنظر ده. اول طريقة، اول تكنيك ان انتوا بتحطوا ايه الفتيل وتصبوا. تاني تكنيك مع القوالب الناشفه ما بنفتحش هنا ايه، ما بنفتحش هنا لمكان الفتيل، بنسيبها لما تتصلب ونبدا نسخن العصايه دي بالهيت جن ونفتح لمكان الفتيل، او ممكن نثبت العصايه دي اصلا هنا كده وكل فتره ايه نلفها كده بس عشان ما تمسكش في الشمع، عشان يبقى مكان الفتيل جاهز. فبراحتكم الطريقه اللي تعجبكم اشتغلوا بيها، تمام. بعد كده ده بالنسبه للايه، للشموع. خلاص، دخلنا على الكونكريت. عملنا ايه؟ حضرنا الميه وحضرنا الجبس وخلطناهم في المعيار ده، وجبنا الكحول بتاعنا، تمام، وجبنا اللون بتاعنا، خدنا منه حاجه نقطه صغيره خالص شعره، وعملناها كده اي كلام بشكل عشوائي وصبيناها عشان تدينا شكل الايه الماربل. طبعا قبل وبعد بنرش كحول، يعني قبل ما اصب برش كحول واكون منضفه طبعا القالب، وبعد ما برش بعد ما بصب واهز القالب برش تاني عشان اي بابل تطلع. ده اللي احنا عملناه في الشموع النهارده وعملناه في الكونكريت. ما حطيناش النهارده عطر، وقلنا السبب اللي احنا ما حطيناش ليه عطر فيه وليه بنحط في القوالب عطر، ويفضل يعني ما بنحطش في الحاويات قصدي، وما بنحطش في القوالب. ولو العميل قال لنا طب لا حطه، يبقى ده بناء على رغبته عادي، تمام. هنا احنا عملنا ايه؟ عملنا المرة اللي فاتت عملنا بالنسب، يعني دي كانت عاملينها بنسب 10 نخيل، 10% نخيل، 90% عسل، و10% عطر، تمام. كبداية يا جماعة، مش دي النسبة الوحيدة، في نسب بتعلي الفوحان اكتر بنذكرها بالتفصيل في الدبلومة. ده لو حد عايز يعملها ايه، لو حد عايز يعملها في البيت، يعني يبدأ يتعلم الدمج كده، حاجة بسيطة بين الخلط بين النوعين شمع. طب انا لا يا شيمان لسه في الاول بقى وما توجعيش دماغي بنسب وبتاعنا، مش هقعد اخلط. اتعلمنا ان احنا نعملها ايه، نعملها شمع عادي ديكور بدون خلط ولا عطر ولا نوع شمع تاني ولا اي حاجة. وهتلاقوا في الكورس المجاني ان احنا كمان عملنا شمع الفندق، ده برضو من شمع النخيل بس في بقى نسبة عطر، يعني عملنا بقى بالعطر كمان عشان بس ابقى وريتكم اشكال كده مختلفة. وخدنا اكتر من تكنيك، ما خدناش تكنيك واحد، ماشي، عشان تستفيدوا على قد ما تقدروا يعني من اكتر من حاجة ان شاء الله تعالى. نشوف التعليقات. لا وعايزه اسالكم اسئله، هشوف التعليقات وارد عليها واسالكم اسئله، ماشي، عشان اطمن ان انتوا فهمتوا. حبيبه قلبي انت اللي رائعه والله، تسلميلي. لا بصي، انت تقدري ان انت تفتحي اللايفات وتفتحي الكورس المجاني وتطبقي عادي جدا، ما تقلقيش، فاهماني؟ لما تحسي ان انت
يعني لا عجبك الموضوع، بتطلعي شموع لطيفة بتاع، عايزة بقى تبدأي ان انت تعمليها بروفيشنال، انصحك طبعا لو مشروع وهتاخديه بشكل جدي ان انت تاخدي ايه، تاخدي فيه كورس يعني. طيب الكونكريت بنطلعه بعد يعني من نص ساعة لساعة، ماشي، بس انا في اللايف بصراحة بطلعه بعد نص ساعة. ما هو مش بيبقى ناشف، هو بيبقى متصلب بس، فاهم قصدي؟ هو مش بيبقى ناشف، هو بيبقى متصلب بس، فبنطلعه علشان يبدأ ينشف بره كده في الهواء، في الهواء الطلق بقى. انا حابه اخد الكورسات معاكي حبيبه قلبي والله. بصي الكورس اونلاين، الدبلومه هي دبلومه الشموع اونلاين، والكورس الكونكريت اونلاين، ما تقلقيش خالص، ومتاح من داخل مصر او بره مصر، ما تقلقيش خالص لو انت كمان من بره مصر، عشان في ناس بتتابعنا اللهم بارك كتير من بره مصر، فانا عامله لهم وسيلتين دفع مش وسيله واحده. بصي يا حنين جربي بجد والله، جربي. بس انا عايزاك الاول يعني لما تبداي تجربي الحاجات الاساسيه الاول، يعني تخشي الاول شوفي الكورس المجاني موجود على الاكونت بتاعي في بوست مثبت، بعد ما تخلصي الاساسيات ابداي ان انت جربي كل حاجه، فهماني؟ ده هيديكي وعي خطير وخبره خطيره. تعالوا نجرب نطلع دي. هي الساعه بقت كام؟ استنى عشان انا مش شايفه الساعه، مركزه معاكم والله ومش شايفه الساعه. يبقى متاح بره مصر، ما تقلقيش خالص، متاح. انتي بعتيلي بس على خاص علشان خاطر اقولك وسائل الدفع المناسبه وكده، ماشي؟ 100%. امتى بينشف؟ لا اسأل براحتك خالص، هو اصلا اللايف عشان كده انا عايزه ابقى اشوف يعني كل واحد بيفكر فيكوا في ايه ومحتاج ايه بجد، هو دي حلاوة بصراحة البث المباشر. بينشف في قد ايه الكونكريت؟ انت قصدك على الكونكريت صح؟ بص بيختلف من قالب للتاني ومن الصيف للشتاء، فاحنا دايما في عوامل كده بنعرف من خلالها ازاي الكونكريت نشف، ماشي؟ وانا ذاكراها في الكورس المجاني بس هقولها لك تاني دلوقتي. يا حبيبة قلبي تسلميلي والله، شفتيهم؟ طب كويس، شافت اهي حنين، شافت الكورسات المجانية، حبيبتي تسلميلي والله، تسلميلي. بص في الكورس المجاني كنت شرحت بقى ازاي ان احنا نعرف ان القالب، ان القطعة بتاعتنا نشفت خالص بقى، عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي لونها بيتحول للون الابيض. تاني حاجة ان هي وزنها بيخف جدا، وتالت حاجة ان هي ما بيبقاش فيها حرارة، يعني بتاخد حرارة الجو بقى خلاص، ولا ساقعة ولا سخنة، لان دلوقتي هو بيبقى سخن، بيطرد الحرارة منه عشان يتصلب، عشان احنا لسه صابينه. تمام. بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده بقى بيحصل ان هو بيبدأ يبقى يسقع، يبقى ساقع، معناه ان هو ايه؟ لسه فيه رطوبة. وانس ان انت بقى لقيته خلاص هو ولا ساقع ولا سخن وخف ولونه بقى ابيض، يبقى معناه ان هو كده خلاص ان شاء الله نشف، وتقدر ان انت تشتغل عليه صنفرة، وتقدر ان انت تشتغل عليه ورنيش او لون خارجي براحتك بقى. تمام نبدأ بقى. بصوا انا كنت عاملاه كده، تمام اهو. هنبدأ نقلب الجزء ده كده بالراحة، ماشي؟ بس ايه عشان اكيد في حاجات هتقع مني اهي، اللي على الجوانب دي عادي، الزيادات. تمام. بصوا ده طري، ده حلاوته ان هو طري جدا، ده فظيع يعني، اهو شايفين؟ ونقلب بقى كده واحدة واحدة، ها اهي، اهلا بيكي. بصوا هي طبعا لسه ما نشفتش قوي، خدوا بالكم. تمام ثانية، ده البتاع هنحط دلوقتي بقى القاعدة، هو لسه ما نشفتش قوي خدوا بالكم، بس بصوا بقى اللمعة بتاعتها لطيفة ازاي، عشان احنا عملنا التكنيكس صح. شايفين اللمعة؟ ايه رأيكم في لونها؟ ما حبيتش بصراحة اعملها اخضر. يا حبيبتي بارك ربنا فيا. ده حضرتك ماشي، الف شكر لحضرتك. بصي بصوا بتجيبوا ده كده، ماشي، وبتضغطوا على الجزء ده، طبعا احنا مش كل ده، احنا
انتي مشكلة يا حنين شكلك. بص. ادي القاعدة زي ما اتفقنا، بططنا كده الجزء ده كده، وهندخل ايه القاعدة كده بشويش بالمنظر ده، وهندخلها كده وايه شايفين، وتضغطوا ضغطة خفيفة، ها ضغطة خفيفة اهي. بس هتقصوا بقى الزيادة دي كلها كده اهو. سهلة ولا صعبة؟ ايه رأيكم؟ وده المفروض يبقى مش طويل كده، يبقى نص ملي بس، فهنقص الزيادة. ايه رأيكم بقى؟ رحبوا رحبوا بقى بالقمراية بتاعتنا دي. تمام. تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية. جميلة قوي يا حبيبة قلبي. ايوه انا قلت والله، بص انا اخترت اللون النهاردة اللي البنات كلها بتحبه، انا كمان بحبه بصراحة. يا حبيبة قلبي تسلمي والله، تسلمي، ربنا يحفظك، احلى مدربة كورسات. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. بصوا بقى دي تفتحوا كده من الجوانب، توسعوا لها وتقلبوها، وبرضو نفس الكلام وتشدوا. استنوا ده بقى رخم شوية، ماشي، فخدوا بالكم. هي بس وقعت مني فمعلش بقى اتوسخت. ماشي، اي زيادات عادي بنشيلها. خلاص هي وقعت كمان واتخبطت، شكرا ليكي. يا ريتها يعني مثلا ايه اتوسخت بس. اهي تمام ماشي اهي. بصوا شكلها، هي بس معلش بقى ايه دي لو تفتكروا اللي انا صبيتها على مرتين عشان كان اتصلب مني عشان كنا بنشرح، فمعلش بقى ايه المفروض تبقى صافية زي فوق كده، بس دي عشان طبعا سخنا القالب وصبنا على طول. دي بقى كنت برغي معاكم كده فقمت مصبها، لو تلاحظوا عنها على المرة التانية طبعا اكيد ايه ما سخنتش القالب تاني. ده بقى سبب انه ايه، بصوا ان ده الفرق ما بين، شايفين اللمعة الحلوة دي، ده الفرق ما بين لما بنكون مسخنين القالب والشمعة معانا سخن، مثلا درجة اقصى درجة نصب عليها 65 ماشي، عشان احنا في الشتاء وايه. وده الفرق بقى بين الجزء اللي احنا ايه لما قعدت ارغي وتصلب وقمت رحت سيحته تاني، فطبعا ما سخنتش القالب تاني، فبيبقى عليه زي حاجة بيضة خفيفة كده. فكويس برضو ان حصل كده عشان تشوفوا بعينيكوا، يعني هو ده اصلا عشان نتدرب مع بعض، فاهمين؟ فكويس انه بيحصل اخطاء، الاخطاء دي بتعلمنا. بصوا هي دلوقتي طرية، فانا هعمل كده بالراحة. هي دلوقتي ايه طرية اهي، بفتح ايه للفتيل اهي. تمام، انا كده فتحت للفتيل ماشي اهو. هنبدأ نعمل ايه، نحط بقى الفتيل. يلا بينا نحط الفتيل ونحط قاعدة الفتيل. تعالوا اوريكم برضو طريقة تانية بنعمل بيها قاعدة الفتيل، ان احنا نحطها كده. هنبطط دي برضو، ما تقلقوش اي حد، على فكرة انا هرد على الاسئلة والله، ما تقلقوش، بس انا برضو لازم زي ما برد على الاسئلة زي ما اديكوا شرح مظبوط، يعني انا عايزة افيدكم. بصوا اهو، خلاص انا دخلته اهو، دخلته في القاعدة وهضغط عليه كده. هو انا معايا اداة والله بس هي مش معايا هنا، فمعلش بقى هنعمل بده. هو ده المفروض مقص، مش ده يعني مش ده الطريقة اللي انا بعمل بيها. معايا كده حاجة بضغط بيها هنا، لو ما عندكوش زي اعملوا بمقص مفيش مشكلة. ثبتناها. هندخل بقى قاعدة الفتيل كده، قصدي هندخل الفتيل كده بالراحة بالراحة، ها ماشي. ماشي ثانية عشان القاعدة وقعت مني، هركبها تاني عادي جدا. بصوا اهي، هضغط بس عليها، انتوا شايفين، هضغط بس عليها عشان اثبتها اهي. هقص اي زوايد زي ما اتفقنا، وهشد كده كويس
ماشي لغاية لما اثبتها هنا اهي. خلاص وهقص دي كده بس. هي كده بقت جاهزة زي ما انتوا شايفين. ادي القاعدة وادي دي. مين بقى مركز ومصحصح من اول اللايف يقول لي ايه اهمية القاعدة؟ يلا بقى نسأل بقى شوية يا ولاد. يا ولاد لازم اشوف انتوا فهمتوا ولا لا، لازم. يلا نشوف كده مع بعض. يا حبيبتي تسلا لا بصي انا متعوده يا حنين. انت لو تلاحظي في اول اللايف انا اصلا بحط ايدي في الشمع وانا بشمع الفتيل. بس انتوا ما تعملوش كده، انا بقالي 3 سنين فخلاص. انا لو تعرفوا مسدس الشمع، استنى اوريكم مسدس الشمع. استنى هقول لكم حاجه بقى هتقعدوا تضحكوا عليا دلوقتي. شايفين مسدس الشمع ده؟ انا اصلا يعني وهو سخن، يعني مثلا بحط الحاجه كده وهو سخن انا بثبت بايدي وهو وهو سايل. اتعودت خلاص على الحراره، لان انا من وانا صغيره وماما اصلا بتشتغل في الهاند ميد، كانت بتعمل حاجات حلوه جدا على فكره. فكنت خلاص اتعودت على الادوات والخامات بتاعه الهاند ميد، فمن وانا صغيره اصلا وانا بحب الهاند ميد بسبب ماما. فللامانه بقيت اشتغل في الشمع وهو سخن، وبقيت اشتغل في بصوا لما وقعت مني انا زعلانه قوي. بصوا لما وقعت مني اتخبطت ازاي، عشان هي لسه طريه على فكره، عشان هي لسه طريه. يا ريت اعرف لايفات تبعك على اي ساعه. بصي حبيبه قلبي هقولك حاجه، انا ساعات بعمل اللايفات على التيك توك وساعات بعملها هنا. انا بعلن فين؟ بعلن على الاكونت الشخصي اللي انا بكلمكم منه، ماشي. انا بس مشيره على الجروب، على الجروب بتاعنا التعريفي بالكورس، اللي هو بحط بقى فيه تطبيقات البنات والبراندات بتاعتهم. لما بيفتحوا البراند يبداوا يفتحوا البراند ومشاريعهم الخاصه والفيدباك بتاعهم عن الكورسات وكده. الاكونت الشخصي بتاعي فتحته وبدأت ان انا اشتغل عليه، تمام. عشان اللايفات. فقبلها هتلاقيني قايله ان انا بعمل اللايف. انا بعمله من السبت للاربع، المفروض من بعد صلاة المغرب لغاية صلاة العشاء، تمام. بس انا النهارده اتاخرت معلش شويه، عشان كنت بفكر ان انا عماله بجمع لكم، يعني اعمل كمان حوار بصراحه كونكريت يعني. فكنت بجمع الادوات وكده، قلت اتاخر شويه. فهو من حوالي بتبقى كام مثلا، ببدا 5:30 اللايف سواء هنا او على التيك توك، وبخلص مثلا على صلاه العشاء او بعد صلاه العشاء بربع ساعه عشان ما يفوتناش الصلاه، تمام. فقبلها بتلاقيني يعني تابعي الاكونت الشخصي بتاعي، هتلاقيني دايما حاطه ان انا يعني هبدا هنا ولا هبدا تيك توك وهنعمل ايه، ومصوره. ممكن احيانا لو في وقت مصوره مثلا احنا هنبدا في ايه، عشان تبقوا عارفين احنا هنشتغل ايه وكده. ان الفتيل، ايوه بقى يا ساره. يا ساره، لا استني يا ساره، شابوه يا ساره، شابوه. صح، عشان الفتيل اهمية القاعدة بتاعتنا، الفتيل يولع على اخر الشمعة والعميل يستفيد بيها، لانه اكيد هو دافع في 70 جرام دول، صح؟ هو دافع فلوس، حقه ان هو ايه يعني، مش مثلا تيجي لغاية هنا وخلاص خلصت الشمعة، لا. يبقى انا مظبطة الفتيل بتاعي علشان محافظة على عمر الفتيل، مشمعاه بشمع العسل عشان احافظ على عمر الفتيل، وكمان مظبطة حتة القاعدة عشان تخلص لاخرها. مش ما يفلتش، هو ممكن ان انا اظبطه زي ما انت شفت كده في اللايف، ظبطته على عصايه الشيش طاووق. بس حوار ان هو مش هتخلص الشمعة لاخرها. فاحنا بنحاول بس يعني ايه برضو، يعني نعمل الحاجة بروفيشنال، مش اي حاجة. انا مش هاوية مثلا، انا لو هاوية ومش بعمل بقى مشروع كده، اقوم مثلا ادي الفتيل اهو مثلا، عادي اسيبه في الجنب كده، في اي جنب من الجوانب، فهتلاقي ان الشمعة ما خلصتش لاخرها، لان الفتيل اصلا مش مظبوط، هو الفتيل اصلا معوج. خسارة انا دخلت على الكونكريت ما شفت الشمعة. عادي ما تقلقيش، اللايف هنسيبه عشان الشمعة تسيح لاخرها. ده في ناس اهو يا جدعان، انتوا خلاص شطارة. ده في ناس كتير اهي مركزة. انا احب بقى اسأل الاسئلة دي في الاخر كده، شوف مين مركز بقى ومين مش مركز معانا.
صح، تحافظ على الفتيل للاخر. برافو عليكم، برافو عليكم والله العظيم. بس الشمعة طويلة، ما نخليهاش ليه طويلة، علشان لو الفتيل مش طويل يعني قصدي طويل، هيبقى رايح جاي كده، رايح جاي، مش هيبقى منتظم وهيسيح الشمعة بسرعة، ومش يعني مش هيبقى صح، مش هيبقى بروفيشنال كده، هيبقى اللهب يعني هادي وجميل، ونحافظ على عمر الشمعة. عيلة فنية. احنا عيلة فنية. بصوا يا جماعة والله معلش، اللي بيبعت ماسنجر وكده، انا والله ببقى صعب ان انا ارد على كل الناس. انا بعمل اللايف عشان كده، بجد بعمل اللايف عشان نسأل هنا كلنا، فبلاش الماسنجر. والله انا بحاول اعمل لكم من 10 قصدي من السبت للاربع كل يوم لايف عشان كده، والله عشان ارد على الاسئله هنا. الماسنجر خلوه بس للناس اللي عايزه تشترك في الكورس، مش للاسئله، لانه صعب جدا اقعد اشرح في الماسنجر، لان الماسنجر اصلا تقيل، فانا ببقى عايزه اشرح فويس، وكمان في حاجات ما بتتشرحش فويس، يعني احنا هاند ميد، فانا عايزاكم تشوفوا، فاهمين قصدي؟ يعني ده الانسب لكم انتوا. استاذنكم بس اغير مكاني عشان اعرف ان انا ايه. نبدأ بقى نعمل الكونكريت. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب نبدأ بقى. احنا كده خلاص طلعنا ايه القوالب بتاعه الشمع، ماشي. نبدأ بقى ان احنا نطلع الكونكريت كمان اهو. بصوا بالراحة خالص كده، بتشيلوا الجوانب الاول، تمام، بالراحة خالص، وبتقلبوها زي فكرة الشمع. بعد ما تشيلوا كده الجوانب، تبدأوا تقلبوا كده بالراحة، وايه، وتطلعوا بالراحة اهو، ما فيهوش غلطة، اللهم بارك. عرفتوا بقى ليه الخليط التقيل؟ ده رد عملي على موضوع الخليط التقيل اهو، ما فيهوش خلطة. وبصوا لما عملناه كمان بالكحول، ده فايدته، شايفين؟ تحفة تحفة. طبعا بقى لما ينشف بقى نصنفر كل الحواف دي من ورا، عشان هي مش مظبوطة يعني، وبعد كده ونصنفر الظهر، وبعد كده بقى نبدأ ننضفه ونورنشه بقى لما ينشف وكده يعني، ماشي. انا عايزه اعمل حاجه كده ليكم، بس اجمع الحاجه قدامكم واشيل بقى الحاجات دي كده، عشان عايزين نقعد نرغي شويه مع بعض. وعايزه اوريكم حاجه نسيت اقولها لكم، قلت لكم هقولها لكم في اخر الفيديو، ماشي. قلت لكم هقولها لكم في اخر الفيديو. بصوا بقى كده، بصوا كده معايا اهو. ودي الحاجات اللي احنا عملناها يا جماعه اللايفات اللي فاتت، فاكرين؟ والبوت ده عملناه اللايفات اللي فاتت برضو، هو والكونكريت. بصوا بقى، ركزوا معايا، ده نفس درجة اللون اهو، كمان ده هتلاقوه في خامات شموع اصلية، نفس درجة اللون هي اللي طلعت. تقدروا كمان تخففوها، يعني لو حطيته اقل هتحصلوا على درجة اللون الاخف الافتح. لو لاحظتوا هي ما عملتش ايه، ما لزقتش في القالب نظيف. ليه بقى؟ لان انا كنت زمان في بدايتي بستخدم الوان بيجمنت تقيله بتصبغ لي القالب، فكنت بتضايق جدا، لان لما باجي اعمل شمعه لونها فاتح كانت بتبوظ لي بصراحه الشمعه. فانا الحمد لله اخيرا عرفت اجيب الوان بيجمنت تدي درجه فاتحه ودرجه غامقه او نفس الدرجه، وكمان ما تصبغليش القالب زي ما انتم شايفين زي الفل، سواء ده او ده اهو. دول شمعة على فكرة، الحاجات دي شمعة اهي، اللي انا بشيلها بايدي دي شمعة، مش القالب مش مصبوغ، ده شمعة.
عشان وقعت مني لما تفتكروا في وانا بطلعها وقعت مني. شايفين القالب مش مسبوغ. فدي برضو حاجة معلومة مهمة جدا كنت عايزاكم تاخدوا بالكم ليها. استخدموا الالوان اللي هي بتصبغ القالب، استخدموها احسن في الحاويات، ماشي. استخدموها في بوت، في جار، في كوبايه، لكن ما تبوظوش القوالب بتاعتكم. وده اللي احنا عملناه مع بعض. سوا بقى نشوف الاسئله. في اسئله تاني يا حبيبه قلبي يا رحاب؟ نستني اجيب الاسئله بس من الاول. انا احب الناس اللي تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، انتوا ناس فاهمه بقى. تسلمولي. تسلمي يا رحاب، والله تسلمي يا حبيبه قلبي. ايه رايك بقى يا رحاب؟ ايه رايك بالله عليكي في درجه اللون القمر؟ نفس درجه اللون بتاعه اللون نفسه، البيجمنت. اللهم بارك. الله يخليكي، الله يبارك فيكي يا رب. تسلم ايدك، تسلمي يا حبيبه قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تسلمي يا حبيبه قلبي. نفس اللون. شفتي بقى؟ بتقولي يا جماله نفس اللون طلع. ايوه يا ام محمد، شفتي بقى؟ وتقدري كمان تعملي درجه اللون الفاتح. يعني الالوان دي، وعلى فكره هي مش صغيره، احنا شفتوا احنا بناخد منها اصلا حته قد ايه، يعني وهم اصلا وهم. احنا بناخد على عصايه الشيش. اللي حضر اللايف من الاول هياخد باله. احنا عملنا كده بس، خدنا حاجه يعني لا تذكر كده، عملنا هرم هنا صغنن كده. يعني بصوا عملنا كده في اول لايف، كنت بوريهم ازاي ناخد من البتاع. طبعا بتقلبوها الاول لان دي بودر، بتبقى مجموعه الوان مع بعض، فعشان تديكوا نفس الدرجه بنقلبها الاول كده، وبعدين بنبدا ناخد هرم كده. تمام. ونختبر بقى درجه اللون زي ما احنا اتعلمنا مع بعض على اي حاجه بيضه. تشوفوا درجه اللون كده، مسيح مع الشمعة، هي درجة اللون. طب انا يعني مثلا انا عايزاها فاتحة، خلاص اقلل شوية. لا انا عايزاها نفس العلبة، يبقى انا ايه، اعمل الهرم ده كده واقلب واشوف لغاية لما اوصل للدرجة دي. سهل جدا ان انا بوصل لها اصلا، مش بحط كتير زي ما انتوا شايفين. دي حبيبة قلبي بتلزقيها بقى، بتلزقيها بس تبعديها عن الفتيل. تمام. لو انت عايزة بتلزقيها بتبعديها عن الفتيل. بتعمليها بايه يا ربي، بتعمليها باللي هو الغيره السايل بتاع المكتبه ده، بس هو مش معايا والله دلوقتي عشان اوريهولك. لو كان معايا كنت وريتهولك. ونقدر كمان نستخدمه في الحاويات، نعمل منه مثلا شمعة الايه يا ربي اسمها ايه، السبرينكلز، نقدر نعملها بيه. بس انا والله برضو مش عندي النهارده الفتره دي ولا السبرينكلز ولا اللي هو الغيره السائل بتاع المكتبه. بنسخنه ازاي؟ بنسخنه في ده اهو، بص كده، ده بيطلع هوا سخن، اسمه هيت جان، اسمه هيت جان. لا، ما لغايه امتى يعني؟ لغايه ينشف ازاي؟ ينشف امتى؟ كام المده حتى نصنفر الكونكريت ونحط الورنيش؟ على حسب ما ينشف زي ما اتفقنا. معايير نشفانه ايه، او بعرف منين ان هو جف تماما؟ 3 حاجات: وزنه خف، تمام، لونه فتح عن كده، وما بقاش فيه ولا حرارة ولا سقعة لا حرارة ساقعة ولا حرارة سخنة، اللي هو درجة حرارة الغرفة. تمام. لان من الصيف للشتاء بيختلف. ازاي يلزق ورق الذهب؟ برضو بنفس الطريقة، اللي هو الصمغ السائل اللي موجود في المكتبة، اللي هو القلم ده. من وجهة نظرك انهي احسن، الشمع ولا الكونكريت، من ناحية المشروع ومن ناحية الافكار والتسويق؟ طيب بصي هقولك حاجة، انا عندي بنات شغالين كونكريت، وعندي بنات شغالين شمع، وعندي بنات شغالين الاتنين. ده يا شيماء بناء على ايه؟ بناء على المكان اللي انت فيه. هو المكان ده محتاج ايه؟ هل محتاج شمع ولا محتاج ديكور اكتر، يعني اللي هو محتاج حاجات كونكريت ازين بيها او كده؟
المحيط اللي حواليكي مثلا في ايه بالظبط، في مثلا عرايس فهم محتاجين تعملي لهم باكج شموع وكونكريت، ولا محتاجين بس كونكريت بس. فده انت بتعرفيه بناء على ايه، انت بتعملي سيرش، تعملي سيرش تشوفي كده المكان اللي انت ساكنه فيه الجروبات اللي فيه اكتر ايه. تمام. وكمان بتشوفي الناس طلباتها ايه، يعني بتعرفي من التعليقات الناس طلباتها ايه. تمام. ايه تاني، كمان بناء على راس المال بتاعك، يعني مثلا مشروع الكونكريت راس ماله صغير بالنسبة مقارنة لمشروع الشموع، فده برضو بيعتمد على كذا حاجة كذا عامل. لا، موضوع التنشيف في الفرن ده غلط، حتى لو في الشتاء ومستعجلين، لانه بيخلي القطعة هشة وبتتكسر احيانا. الكحول ده موجود في الصيدليات، اللي هو كحول 70 او حتى 90، بس انا بصراحة مرتاحة مع 70 يعني عادي، لانه متواجد على طول وسهل ان الاقيه يعني، وبيديني الغرض اللي انا عايزاه. فيعني ما بجيبش كحول 90 بصراحة يعني، بس هو يعني ينفع 70 وينفع 90. كده تمام. عندكم اي اسئلة تانية علشان بقى ابدأ ان انا خلاص اقفل اللايف؟ بس قبل ما اقفل اللايف انا عايزة اسألكم اسئلة كده يعني صغننة كده على قدنا. يا بصوا بقى، عايزة اسألكم سؤال مهم دلوقتي. ليه انا بشمع بشمع العسل الفتيل؟ ليه بشمعه بشمع العسل؟ طيب لو عايزة اطلع افكار للكونكريت لازم اكون بعرف ارسم؟ لا 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 لا، مش شرط على فكرة. انا لغاية دلوقتي اهو بشتغل كونكريت، ما مش برسم، لان انا مش بعرف ارسم على الكونكريت. انا ممكن اعرف ارسم على ورق، بس ما اعرفش ارسم على الكونكريت بصراحة. في ناس اللهم بارك عندهم الموهبة دي، بس الباقي طيب ما يعني انا نفسي ما عنديش موهبة ان انا ارسم على الكونكريت. فبعمل كده تلوين مثلا داخلي ماربل، بلون من بره تلوين خارجي، بعمل بورق الذهب، بزين بورق الذهب، بزين بالاحجار الصغيرة دي الشجر. ففي الف طريقة وطريقة، ما تقلقيش خالص. يا حبيبة قلبي تسلميلي يا رب، ما شاء الله عليك، تسلميلي يا حبيبة قلبي والله. عجبكم اللون يا ولاد صح؟ اللون اللي انا استخدمته في الكونكريت ده اللي هو اللون نبيتي مش احمر ده، عشان ما بحبش الاحمر بصراحة. ده اللي هو ده GLC اللي هو النبيتي. ايه رأيك فيه؟ صح صح يا سمية، برافو عليكي، عشان احتراقه يكون بأبطأ، صح كده، ونحافظ على عمر الفتيل. برافو عليكم والله العظيم. يعني اهم حاجة عندي تكونوا استفدتوا من اللايف قبل ما اقفل، خدتوا معلومات حلوة بالله عليكم كده. صح، عشان يقلل من الحرق بتاعه ويخليه مدة اطول. برافو عليكم برافو عليكم، والله انا فخورة بيكم بجد، والله العظيم فخورة بيكم ان انتم مركزين اللهم بارك، وتعلمتوا النهاردة حاجات في اساسيات الشموع واساسيات الكونكريت. طب وليه بنعمل الخليط التقيل في الكونكريت مش الخليط الخفيف؟ وبصوا انتوا شفتوا النتيجة بنفسكم، شايفين؟ ولا بابل بقى تقرفكم وتضايقكم؟ شايفين النتيجة؟ ولسه كمان هنصنفر، ولا بابل واحدة اهو. ركزوا وزوموا واعملوا اللي انتوا عايزينه، انا متأكدة من الشغل. وليه بنحط كحول قبل وبعد في الكونكريت؟ ليه بنحط كحول قبل وبعد؟ يا حبايب قلبي تسلمولي. ما والله انا داخله عشان اقول لكم معلومات بجد، معلومات عمليه. انا مش بحب ان انا اخش كده ايه يعني اقول اي حاجه وخلاص. كنت عملت فيديوهات، انا مش عايزه كده، انا عايزه ان انا اتواصل معاكم ونقول معلومات اساسيه بجد، يعني تقدروا ان انتوا تفتحوا اللايف بعد كده وتشتغلوا ان شاء الله تعالى. نتيجة رائعة، الله يخليكي يا حبيبة قلبي ويبارك فيكي. قولوا لي بقى ليه حاطين الكحول قبل وبعد، عشان اطمن ان انتوا برضو وصلت لكم معلومات الكونكريت زي ما وصلت لكم معلومات الشموع. يا رب يا حبيبتي، انا وانتوا والله ما عايزة غير الدعوة الدعاوي الحلوة دي بتاعتكم والله.
صح، عشان تطلع نظيفة من غير بابل. برافو عليكم، برافو عليكم، والله العظيم برافو عليكم يا جماعة، اللهم بارك، كلكم كلكم اجاباتكم صح. صح، وعشان الفينش يبقى نظيف مفيش بابل. صح، برافو عليكم، برافو عليكم، اللهم بارك. انا فخورة بيكم النهاردة. اقدر بقى اسيبكم بس استودعكم الله يعني، بس عايزة منكم حاجة، عايزة منكم تبعتولي الناس اللي حضرت هنا، ابعتولي الصور اللي يعني عايزاكم تتحمسوا تعملوا الحاجات دي في البيت. وانتوا خلاص بقى معاكم اللايف، تمام، هيبقى معاكم اللايف. تحت اللايف هتلاقوا اللايف عندي في الاكونت عادي، تمام. تحت اللايف حطوا الصور بقى، عشان يعني ابقى كده فخوره بيكم، واحس ان انتوا مش استفدتوا معلومات، لا وطبقتوها عملي، احس ان انا فعلا ساعدت على انتشار الهاند ميد، حتى لو انتوا هتاخدوها هوايه مش مشروع. صح كده، برافو عليكم يا حبايب قلبي. وعلى فكرة الخليط التقيل يا جماعة برضو بيساعد ان ما يبقاش فيه بابل كتير، ويساعد على متانة القطعة. يعني بصوا الخليط التقيل انا بحبه ليه؟ بيخلي القطعة قوية، تمام. كمان بيقلل البابل، وكمان حتة ان احنا بنعمل الكحول بيقلل البابل تاني. فاللهم بارك تطلع بقى القطعة زي الفل. هواية ومشروع بإذن الله. يا رب يا رب يا حنين، يا رب يا حبيبة قلبي اكون يعني سبب كده بعد ربنا ان انتي فتحتي كمان مشروع. يلا حبايب قلبي، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.